الضيفة اللي في اول حلقة لا 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 تمام بيقول كان لها وحش جدا. وسطها مش عارف ايه وبنطلونها ضيق مش عارف ايه في مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده تاني يوم من ايام العيد، يا رب تكونوا ان شاء الله امبارح اتبسطتوا وكلتوا كحك وبسكوت وبسكوت وبيتي فور فور وسابليه بالظبط، بس ما نكترش. ما انا غريبة من اول امبارح يعني اعملوا حسابي معاكم. بالظبط ايه اخبار الكحك معاكم؟ عامل ايه؟ طبعا احنا في رمضان شفنا بقى يعني كمية من المسلسلات وكمية من المهولة بقى، يعني في موضوع كتير الموضوع كان ما شاء الله، في يعني كان في مسلسلات كانت عاملة سوكسي جامد جدا، وفي مسلسلات كان فيها قصص قوية جدا، وفي على العكس طبعا كان في حاجات يعني نازلة جامد. القصص واقعة. يعني أنا شفت ما شاء الله تحليلات للناس، إن كان بقى في ناس كتير جدا بتعرف تألف، قال لك إيه الكلام اللي هم عاملينه ده، الحوار ده ما ينفعش، إحنا لازم كان المفروض هو يقول لها كذا وتقول له كذا. ده احنا دخلنا ده ديب يعني بشكل ديتيل. موضوع بقى، وده غير بقى ايه الأحداث اللي هي كانت الناس بتدخلوا لك ايه. طب الموقف الفلاني اللي حصل، طب ازاي حصل الموقف ده؟ عشان الموقف ده ما ينفعش يحصل، اللي هو تعديل على ان مثلا هي عملت الممثلة ازاي كده، ما ينفعش تعمل كده، ده مش لا يصلح. خلينا نقول امثله حقيقيه يلا ان نخش في الموضوع. طبعا احنا عندنا مسلسلات كتير. بالظبط. المسلسل بتاع الست موناليزا لما الحته اللي انت بتقولي عليها ان هي وهي اتجوزت ولسه بتاخد معاش ابوها، وطلبت قرض من البنك بضمان المعاش. طب انت بعد ما اتجوزتي ازاي بتاخدي المعاش، وازاي بتاخدي قرض كمان بضمان المعاش وانت متجوزه؟ فالناس بدأت ما شاء الله يعني تقول ايه الحاجات دي بتعمل كده ازاي؟ يعني انتوا بتقنعونا بالباطل. يعني لو احنا اتفقنا من البدايه ان احنا بنحكي قصه فيك وكلها خياليه، ايوه، وكلها حاجه يعني خياليه، ماشي اوكي. يعني انت هتحط قواعد. قولي ان انت بتعتمد على ان انت يعني حاجه مثلا ايه بيقولوا عليه فانتازيا، ولا بيقولوا عليه بالظبط، ان انت عايز تعمل حاجه مش حقيقيه. فهتحط القواعد بتاعتك. اسرح انا معاك بقى، وما ما انزلش على ارض الواقع، لان انا لما نزلت على ارض الواقع لقيت ان انا ولكن لما تكون بتناقش قضية اجتماعية، ان هي في اول حلقة خالص المشهد اللي احنا شفناه وهي قاعدة مع عمرو اديب وبتقول ان هي اترفع ان هي هو قال لها انت عندك بالجمع بين زوجين، قضايا جمع بين زوجين، وان انت مش عارف. لما نكون بنناقش قضية مجتمعية من جوه المجتمع نلتزم بقواعد الواقع بقى، الحاجات اللي انا اقدر اصدقها، يعني انا كمواطن اقدر اصدقها. ما تجيش تقول لي ان انت بتعمل من الفسيخ شربات، ما تعملش كده، ما تفوتليش حاجات ما جوهرية. يعني حاول تلتزم يعني في حاجات بيقولوا ايه، حاجات مصالح حكومية وحاجات زي ما ينفعش ان احنا نتعدى فيها. يعني الناس البسطاء في مصر كشفوا على طول، كشفوا الاخطاء. انما احنا لما نتفق ان هي حاجة خيالية مثلا زي فن الحرب، ان هو هنلف على الناس اللي سرقونا علشان نرجع فلوسنا منهم، فانتي بتناقشي في قصة الخير والشر وقصة السرقة، فانتي مش ملتزمة بالواقع. بالظبط. يعني احنا خلاص انت عايز تعمل حاجة معينة هترجع الفلوس اللي الناس خدتها من يعني من الناس اللي هو فانت هتعملها ازاي؟ انا سايبه لك بقى ايديا، يعني انا سبت ايدي بقى وقعدت اتفرج وقلت انت هتعملها ازاي؟ لان انا محور الاحداث الكتاب اللي من 2500 سنة. الناس اللي ما تعرفش الكتاب فن الحرب اللي مبني عليه المسلسل بتاع فن الحرب، ده راجل صيني كتب الكتاب ده بتاع وزير الدفاع اللي هو رئيس الجيش الصيني من 2500 سنة كتب مبادئ انك تكون قائد جيش. فده مش ده الاساسي، ده اساسي. فالحاجات الحكومية
الاكسسوارز ما تخصناش، ما تخصوش. فتمام خلاص انا اركز في فده شغلتك انت كحد بيقدم المسلسل، انت اللي بتوريني الفوكس على ايه بالظبط. فلما انت تيجي في اول حلقه تقول لي ان هي مرفوع عليها قضيه الجمع بين زوجين، يعني انت بتتكلم في قضيه مجتمعيه، تكمل معايا كده لحد الاخر. يعني انت اللي حطيت القواعد. بالظبط يعني انت ما تحطنيش في حته وتقول لي انت بتتكلم حاجه على ارض الواقع وبعدين الاقي الحبكه الدراميه بتقع مني. ايه ده؟ في ايه اللي بيحصل؟ طب انا اجي الم من هنا الاقي هنا من هنا بيقع، وبعدين يحصل ايه اللي انت عملته ده؟ تحصل مشكله ايه كان بقى؟ فيها بقى مشاكل كتير من زي كده بقى. انت لما يحصل ايه بقى؟ لما انت تفوتي معلومه زي كده، ان انت تقولي معلومه خطا ان هي بتاخد قرض ضمان المعاش وهي اصلا متجوزه، وبعدين ايه يروح يسترسل في مشاهد فيها مط ملهاش لازمه. بالظبط بالظبط. كان من باب اولى ان انت تتكلم في حته صح وتعمل الحبكه الدراميه مظبوطه بقى. حط لي بقى يعني حط المشكله في مكانها الصح. انما انت عايز تعمل مشكله ان هي جابت قرض، مش عارف تقول انت تدخل ان هي جابته منين، فجبته من الهوا وخلاص. جبته من مكان انا مخرج كانت عندها معاش بالظبط بقى. انت احنا نستشهد بيوسف الشريف في المسلسل. قول بقى ان انا مش بتكلم في مصر او بتكلم في اي بلد تانية بقى. بلاش تقول لي بقى ان احنا في القاهره وهي جايه من الاسماعيليه والكلام ده كله، عشان احنا لو اتكلمنا بمنطلقنا المصري لا مفيش الكلام ده. مش هينفع نستشهد بالاستاذ يوسف الشريف في المسلسل. انتوا عايزين تفشلوني انتوا عايزين تفشلوني ايوه انا ككاتب اطلع القرض المخرج اطلعه زي ما انا عايز. فمثلا انت في المسلسل بتاع اولاد الراعي، انت من اول صباح خير انت بتتكلمي في حته الخناق ما بين الاخوات. خلاص انا فاهم ان ده يعني ده الاطار بتاع يعني المسلسل. انا من بعديها بحلقتين 3 كده حسيت ان احنا بنتكلم قابيل وهابيل ومين اللي خد من التاني ايه، ومين اللي يعني في قصه قريبه من الحته دي قوي. انا خدتها عجبني فيها، حسيت ان فيها اسقاط بتاع. طبعا في شويه ناس يعني متشددين شويه هيتضايقوا من الكلام اللي انا هقوله، ولكن كل واحد منه بيستوعب الفن من وجهه نظره بيشايفها. ان هو الابين اللي هو نبيل وقابيل. نبيل الراعي أيوة. ابوهم اللي ميت قابيل عمهم وابوهم نبيل. فهم دول الاخين اللي بيقصد بيهم قابيل وهابيل، اللي هو نبيل والاخ التاني. والثلاث اخوات موسى وراغب ونديم. عندي احساس من بعيد قوي كده، ما اعرفش اذا كان ينفع نقول الكلام ده ولا لا، ولكن ان الثلاثه دول الثلاث ديانات. وطبعا احنا بعد ما شفنا نديم طريقته على الفلوس عرفنا هو ايه. ايوه بالظبط. في واحد فيهم جلده وبخيل بخل السنين نديم. يا هشام انت فين يا هشام؟ ولكن يعني تقدري انك انت وموسى اللي هو الرزين الهادي اللي بيلم الاخوات واللي بيظن فيهم بيظبط العيله. وراغب اللي هو اللي بيشت، وبعدين بعد فتره كبيره شاتت وكده، وبعدين رجع عايز يتلم تاني مع اخواته. يعني ممكن تتشاف برضو بهذا المنظور برضو. ممكن تتشاف اسقاط على الدول العربيه تاخديها من منظور سياسي. بالظبط. تمام. نقصد بيها حتت معينه وكل حته فيها مشاكل وبتاع. كل شويه موسى يقول لهم احنا عايزين نبقى ايد واحده ونبقى اخوات على الغريب ومش عارف ايه. فحسيت ان فيها اسقاط سياسي شويه. بالظبط. بس الفكره في ايه بقى؟ تعليقي الوحيد قفلتها حلوه، مش هنحرق لحد حاجه، ولكن قفله المسلسل حلوه اللي حابب يشوفه يعني. بس انا كان عندي احساس ان ده مسلسل من ضمن المسلسلات اللي كان يتلم في 15 حلقه. كان في مط كبير في الاول 15 حلقه الاولانيين، حسينا ان هم فيهم في 10 حلقات في النص كان ممكن يتلموا. بالظبط. كان فيهم مشاهد متكرره كتير لدرجه ان احنا بقينا نقول لبعض هو لسه بيقول انت جاي انت راجع تعمل ايه؟ انت راجع مصر تعمل ايه؟ خلاص وصلنا للحلقه 20 كل شويه نقول انت راجع مصر تعمل ايه؟ انت ايه اللي رجعك؟ انت راجع مصر تعمل ايه؟ تمام. فحفظنا. فلو انت هو ده الاساس بتاع المسلسل. ما تنسيش حبيبه القلب. حبيبه القلب. كل
روفي 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 كان بيحب بالظبط. حبيبة القلب. يعني مثلا القصة بتاعت هشام اللي سرقه على حس بنته وخد منه فلوس في الآخر، وإن أمال اللي هي أم راغب ساعدته لما هو أبوه مات وصرفت عليهم، وقصة الشخص ده كله كان ممكن تتشال. بالظبط. يعني كنا ممكن نشيل مشاهد كتير الشخص بتاع جدا. هشام ده وبمشاكله وبسلطاته وبالسرقة اللي هو عملها 5 مليون جنيه، قال له انا هرجع لك بنتك لو جبت لي 5 مليون جنيه، فجاب له فعلا 5 مليون جنيه ونزل قابله في الشارع وما لقاش حد واتسرق منه 5 مليون جنيه ومشي. وان هو بقى واكتشف لما راغب إن حاول كان هشام عايز هو اللي يعرف خدهم. معلومات. لما راغب كان عايز يعرف معلومات راح له ايوه عشان يعرف منه معلومات. فايقه مرات موسى كل شويه تروح تاخد منه معلومات عن نديم عشان عايزه تطلعهم بره عامله نصيبهم. شخصيه شريره نرمين جدا. الفقي لا رهيبه. جباره. رهيبه هي ايوه من زمان. فقصه هشام ده كان ممكن تتشال كلها خالص، ما كانتش هتاثر على الحبكه. بالظبط. لان انت اصلا كان عندك طارق اللي هو اشرف اللي كان بيخونهم اوريدي موجوده، فانت مش محتاجه هشام. وهو عمال يعني خلاص احنا عارفين ان في فاهمه خامس بقى مدخل السوس في البتاع خلاص بقى بيوقع البيت واحده واحده وبيوقع الدنيا. انا فاهمه ان هو كان عايز يخلي كل واحد من الاخوات الثلاثه كل واحد فيهم عنده خاين بينخر يعني وراه او موسى بيعمل وراه مشكله. موسى كان عنده طارق اللي هو اشرف، وراغب نور خانته اللي راحت اتجوزت روفي. ايوه. فنديم مساعد بتاعه هشام اللي بيخونه. فانا فاهمه ان كان محتاج كل حد فيهم، كل واحد يبقى فيه واحد وراه بينخور وراه بس قصته مش مؤثره في القصه الاساسيه. بالظبط ان هو طرده في الاخر المسلسل. طب ما هو كان ممكن يشيله، ما كانش هيأثر في حاجه، لان نديم كده كان عنده مشاكل مع مراته، وابنه مش ابنه، وبنته مش يعني نديم اصلا كان في قصه كبيره عنده حواليه. قصه كبيره بتاعت بنته اللي مخطوفه والولد اللي عنده اللي هو بيربيه وهو مش ابنه اصلا، ففي قصه كبيره جدا بالظبط. فكان كل ده كان ممكن يتشال. فده كان من ضمن المسلسل كان ممكن يبقى 15 حلقه وكان هيبقى تمام، وكان هيبقى يعني لطيف لو اتعمل 15 حلقه بنفس الاحداث ولمينا الاحداث وما مطناش كان هيبقى 100. بالظبط. انت قولي لنا. في عندنا بقى يعني احنا غير فن الحرب غير اولاد الراعي، وطبعا احنا بيبقى فيه على فكره مشكله كبيره جدا ان احنا بنيجي اول رمضان في حاجات بنبدا معاها اول 15 حلقه وبعدين نيجي نكمل فنلاقي نفسنا دي خلصت وبعدين بتبدا واحده تانية، فانت بتبقى يا مضطر ان انت تكمل عشان في نفس التوقيت ده انت بتتفرج كده على التلفزيون او في حاجه انت بتتابعها، يا اما انت خلاص ده ممثل كويس ممثل كويس وانا كده هتابعه، فاحنا في حاجه خلصت مش فاكره كانت ايه وجي بدلها النص بقى برضو مش فاكره كان ايه اللي قبلها. تقريبا عين سحريه اعتقد حاجه زي كده تقريبا. في بقى شويه طبعا مسلسلات احنا عايزين نتكلم عليها. فظيع، ناس كتير بتشكر فيه. شفنا منه مشاهد ما لحقناش نشوفه كله. شفنا الحلقه الاولى كامله ان هو ركب كاميرات، الولد اللي بيركب كاميرات في البيت علشان الست طالبه منه ان هو يركب لها كاميرات عشان عايزه تراقب جوزها او تعمل حاجه معينه ما فهمناش ايه، واتضح ان هي فعلا جوزها كان بيخونها مع واحده وحاجات كده، وهي رجعت قتلته، فهو راح يلم الكاميرات بتاعته قبل ما حد يجي عشان هو ممكن اللي يتمسك في الموضوع، وفي حد ظهر له بعد كده، فالموضوع واضح ان هو قصة سيكوباتية نفسية. الشخص اللي بيظهره ده حقيقي ولا مش حقيقي، فده من ضمن انا ده ظني نظرا لاني ما كملتش المسلسل. كان عندي احساس في الاول المسلسل ان الشخص اللي بيشوفه ده مش حقيقي، مش هيطلع شخصية حقيقية، وده حد بيطلع له هو في دماغه وبيقول له حاجات معينة فبيبدأ هو بس ناس كتير بتشكر فيه فعايزين نشوفه، وخصوصا ان الواد ده شاطر يعني الولد اللي عمل اللي هو عين سحرية ده بيقولوا هو اصلا الولد ده ما شاء الله يعني مجتهد وبيختار حاجات حلوة. قولنا على حكايات نرجس. حكايات نرجس بقى ده قبة بقى. يعني كل الناس بصراحة انا شايفة ان كل الناس شايفة ان مريهام عبد الغفور عاملة شغل جامد جدا،
تمثيل من غير ما تتعب نفسها، يعني هي ما شاء الله هي أصلًا ما شاء الله شاطرة، ما مش هنتجادل يعني في هنا. هي ولا بتقنعني بفساتين غالية ولا بتقنعني بميك اب ولا هي بتقنعني وهي قاعدة كده وسايبة ايديها، فاهمة يعني هي قاعدة بفستان عادي جدا، يعني تكاد تكون اللي هو الناس الشعبية يقولوا عليها الجلابية او أيوه. الفستان اللي هي بتنزل تجيب بيه الحاجات من السوق، ولابسة عليه الحاجة اللي هي شبه الخمار. إمم. يعني أقنعتنا ودخلت علينا، عملت شغل جامد جدًا في قصة حكاية نرجس. طبعًا القصة بتاعة اللي هم قالوا عزيزة بنت إبليس، أيوه. عزيزة بنت إبليس اللي هي أصلًا كانت بتخطف الأطفال زمان ودي قصة حقيقية هي عملتها فعلًا، وإن شخصية حقيقية، وإحنا طبعًا لمّا شُفنا المسلسل بدأت كل إن الناس على السوشيال ميديا تستشهد بقى تجيب بقى بالأحداث. الحاجات القديمة وتصور صور يجيبوا صور لعزيزة لريهام. جنب ريهام. بالضبط، هُم الاتنين جنب بعض ويجيبوا حتى إن هي بتحاول تجيب نفس الشبه أو نفس الشكل. إمم. لأ، عاملة شغل خرافي في الموضوع، إمم. و وفكرة إنها يعني هي داخلة الحوار مصدقة الحاجة اللي هي عايزة تعملها، فادّتِك مصداقية عالية جدًا، إن أنتِ قاعدة إمم. بتصدقي إن هي دي الشخصية. آه. لدرجة إن بقى في ناس جات في الآخر بقت متعاطفة، آه. مع إنها المفروض ما تتعاطفش. أيوه. يعني أيوه. أنتِ تعاطفتِ مع الشخصية إن هي من كتر ما هي شافت، يعني طبعًا إنِّك أنتِ شُفتِ الbackground بتاعتها والمعاناة اللي هي عانتها والناس بدأت وطفولتها. تدخل في تحاليل للشخصية وتقول لِك إن دي حاجة طبعًا إحنا معروفة للناس جميعًا، ولكنها طبعًا ما هياش مبرر لإن هو شخصية آه. يعمل أي حاجة غلط ويقول لنفسه إيه، طب ما تتفهّمي أنا تعرّضت لكذا وكذا 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 نظرًا لهذا، فأنا هابرر لنفسي بقى أي حاجة أنا هاعملها، سواء بقى إن أنا يعني أنحرف أو أعمل أي حاجة غلط، ده ما هواش مبرر لإن بالضبط، يعني حد. إن أنا أتفهّم غير إن أنا أبرّر. بالضبط. هي القصة إن أنتِ ب ب بن بترجع لإن أنتِ الناس تتفهّم تتعامل مع بعضها إزاي، ما آه. نضغطش على أعصاب بعض علشان ما نطلّعش أسوأ ما عزيزة فينا. أخرى، عشان آه. ما نطلّعش ناس يعني أكم من ناس بنشوفهم ممكن ما بتخلّفش أو عندها مشكلة معيّنة أو تعرّضت لضغوط نفسية معيّنة أثّرت عليها، ما نجيش إحنا بقى زي ما بيقولوا نزوّد البَلّة طين، يعني ما نبقاش إحنا الناس اللي هو المفروض إن إحنا يعني حتى كان مثلًا التعليق الأوفر اللي هو كان شديد جدًا على المسلسل، إن أمها هي الحد اللي بيبكّتها، آه. إمم. أو إن هو اللي ضاغط على أعصابها، إن هي أمها كانت عايزة ولد أكتر من إنها عايزة بنات، ففي مشهد من ضمن المشاهد قالت لها هي عندها 3 بنات، فقالت لها لو أنتِ لو بعد قال لي ربنا بعت لي ولد واحد قصادكم أنتم ال3 فأنا هاختار الولد. فنوع من يعني هي الجحود. بس في ضغط نفسي، جحود. في ضغط نفسي جامد اتعرّضت له، إحنا آه. مش مختلفين في القصة دي، ولكن برضه طبعًا ده مش مبرر لإن هي تروح تخطف أطفال ما وتعمل هي حاجات زي دي فكرة الضغط النفسي. الضغط النفسي يا آه، إمّا هيخلّيني أبقى عايز أثبت إن أنتم غلط، إمم، فأنا هاروح أبقى كويس over، ب يا إمّا هابقى عايز أثبت إن أنتم ب صح. طَب تمام. أثبت بقى بأي طريقة، إن شاء الله بقى بطريقة خاطئة، ما هي دي يعني الفكرة، أغلط أنا يا بقى إمّا وأعمل يا هتروحي في السكة دي، يا هتروحي في السكة دي. بالضبط، بالضبط. وهي بقى من ضمن بقى الضغوطات النفسية اللي زي ما أنا اديتِك كده المثال ده كده، وصّلها بقى في الآخر لإنها هي قعدت 3، 4 حلقات أو يعني مش 3، 4 حلقات، يعني أعتقد هم حلقتين اللي هم قعدت فيهم عزيزة فعلًا القصة الأصلية يعني أنا شُفت القصة الأصلية وسمعتها، اللي هي عاملاها بصراحة صح إمم. كلّها. إمم. يمكن مثلًا هم جابوا في الآخر إن هي أختها اتجوّزت اللي هي كانت متجوّزاه وخلّفت منّه اللي هو عوني، آه. ومش عارفين دي حقيقة والّا لأ، بس هي دي مش الموضوع مش مؤثّر في قصة نرجس عزيزة شخصيًا. بالضبط، أو قصة عزيزة فعلًا. فضلت هي متمسّكة بالطفل الأخراني اللي هو يوسف اللي هو في القصة معانا في المسلسل ابنها اسمه يوسف، الأولاني. في الحقيقة اسمه إسلام. آه. ففضلت متمسكة بيه وكل أمّا ييجي لها هي ما هو ده الوحيد اللي ما عرفش أهله ومش عارف يرجع لأهله إزاي، وبيسألها أنتِ جبتيني منين ومن أي حتة، وهي مُصرّة إن أنت ابني وإن أنا اللي خلّفتك،
وان انا اللي حملت فيك 9 شهور، وان انا وانا امك، وانا هعمل لك كل حاجه، هبيع البيت واجيب لك اللي انت عايزه. وطول التسع سنين العشر سنين اللي هي سجنت فيهم. اتسجنت فيهم كانت بتحوش فلوس في بوسطه وفي حاجات وبتكتبهم باسمه. فلما خرجت قابلت ان هو مش عارف، ان هو مجهول هويه، وان هو ما عندوش بطاقه، وان هو مش عارف يعيش حياته لان هو مش متسجل باسم حد. الاول كان متسجل باسم يوسف عوني، او الشخصيه الحقيقيه اسمه اسلام. ولما خلاص اتسجن وخرج هو نفى الكلام ده وقال ان يوسف عوني ده مات. فده الشخصيه مش موجوده. فالولد المشكله بقى ان انا سمعت بعد كده بقى، بعد يعني لما انتهى الفيلم ولما انتهت المسلسل وكده، انه في ناس بتتكلم ان هم شافوا اسلام الحقيقي بقى، له شخصيه حقيقيه، طالع على التيك توك وبيتكلم ان هو انا ما عنديش يعني بطاقة، ما عنديش حاجة تثبت ان انا انسان طبيعي، او ان انا انسان في المجتمع، او ان انا رقم قومي، وان انا كذا، وان هو متجوز ومخلف 3 عيال عندهم نفس المشكلة. انه اسلام ده بقى متجوز دلوقتي. اسلام ده هي طب لما والحكومة بتعمل يعني انت عايش ازاي بقى ومكمل حياتك ازاي والدنيا عاملة تشتغل ايه؟ ازاي والعيال دي هتخش مدارس ازاي؟ ما اعرفش الحاجات دي حقيقية او لا. هو فاتح على التيك توك وبيعمل حاجات بتتصور وكده، وان هو بيقول انا شفت حد كاتب، ما اعرفش حقيقي او اه لا، بيقول للناس كبسوا كبسوا، وان انا محتاج مساعداتكم ودعمكم علشان ان انا يعني اقدر اعمل. وفي ناس كانت بتطالب من السيد الرئيس ان هو يعني يشوف الحالة دي. يعني ده حد عايش طول هو حياته انت ما عندوش اصلا حاجة تثبت شخصيته. انت عندك اطفال شوارع عندهم هي كتير نفس هذه المشكلة، فانت اصلا المشكلة دي موجودة في المجتمع. هي فضلت متمسكة بيه لغاية اما لقته ان هو قال لها لا، انا وانا لو انتي مش هتقولي لي انا مين، فانا هبعد عنك ومش هبقى مش عايش معاكي. فهي كبرت في دماغها الحوار ده، فقامت هو المشهد الاخير من المسلسل قالت له لو انت هتمشي وتسيبني فانا هرمي نفسي من العمارة. فرمت نفسها من العمارة فعلا نزلت ميتة. فهم على هذا الأساس يعني حكوا يعني تمثلوا إن صاحبة الشخصية خلاص ما بقتش موجودة، وإن القصة انتهت على كده. تمسك ريهام عبد الغفور يعني بالشخصية، وان هي عاملة الشخصية لما صح. الشخصية صح، مش محسساكي بأي ان انت فجأة بتفصلي تقولي دي ريهام عبد الغفور دي ولا دي الشخصية. لا ما شاء الله، يعني هي عاملة شغل جامد جدا. الناس كلها بتهنيها في كان حد منزل ميم بيقولك ايه، طبعا كل الممثلات اللي هي نرمين الفقي في اولاد الراعي وريم البارودي مش عارفه اسمها ريم ايه، في فن الحرب، في فن الحرب كلهم معتمدين على الميك اب والموناليزا ست موناليزا ومش عارف ايه، في كذا حد كذا ونيلي كريم بالظبط، وكلهم معتمدين على الميك اب والمكياج فساتين والفساتين وميك اب كل وشغل حلقة. جامد. وريهام عبد الغفور جاب بجلابيه وطرحه، بجلابيه واسدال قشت عليهم كلهم جد وش على طول. فلا هي فظيعه. هي عايزه فرصه تثبت نفسها. هي ما شاء الله ممثله قديره، يعني عندها من الاقناع يعني فظيعه. ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله. في بقى طبعا تمثيليات كتير، يعني في مسلسلات كتير كانت موجوده في رمضان. احنا كان في المسلسل بتاع اللون الازرق اللي بيتكلموا عن التوحد، عندي فضول اشوفه بس مقلقه منهم. ايوه، بتاع احمد رزق. حاسه ان هم هيبقوا في اخطاء شويه على اساس ان هو المفروض حاسه ان يبقى انا هتضايق. بس يعني طب قولوا لنا انتوا شو يعني، الناس اللي شافته اكتبوا لنا شوفوا يستاهل ولا لا، عشان انا عندي فضول. بالظبط. لو انتوا شفتوا حاجات تانية من الحاجات اللي اتعرضت في رمضان قولوا لنا انتوا ايه اللي شفتوه، ايه اللي عجبكم، رشحوه لنا. لو في حاجات احنا بالظبط كل الحاجات اللي تخص كويسة. الاطفال دي انا بقرب منها على مضض كده، ما بنهزرش في قصص الاطفال. بالظبط. يعني
طبعا الطفل الصغير ده اللي بيمثل دور الولد قعدوا يفهموه كتير جدا عشان يعرف يعمل حاجة زي كده. يعني الناس اللي بتقعد مع الطفل تفهمه الدور اللي بيمثله. الا اذا ما كانش هم جايبين فيلم ولد كده فعلا. مستحيل. اصل هم قالوا ان في بعض الحاجات كانوا جايبين اطفال عندها نفس لو هو في المسلسل بيعاملوه غلط وان الاهالي بتتعلم تفهم تتعامل معاه ازاي، مستحيل يجيبوا طفل عنده توحد بجد ويعرضوه لده. فلازم هيجيبوا طفل ويفهموه انت بتعمل ايه. ايوه بالظبط. وان هو يمثل الدور ازاي. يعني مش هيجازفوا، مفيش أيوة. اهل طفل عنده توحد هيجازفوا هيجازفوا ان هو يتعرض والاضواء والكاميرات الحاجات دي ممكن بتهيبرهم اكتر او كده، تأثر عليه بالسلب. فاكتبوا لنا قولوا لنا لو يستاهل ولا لا، علشان احنا شفنا اعلاناته، هو من ضمن الحاجات اللي جت في النص التاني من رمضان وهو لفت نظرنا، بس احنا ما بصراحة ما يعني حابين نشوفه، بس يعني مقلقين فعلا ان على هم ممكن يكون في اخطاء شوية في التعامل مع الاطفال والكلام ده، عشان موضوع المرض ومش اخطاء كمان. انا بتضايق من اي اذيه للاطفال، يعني انا بتضايق، يعني انا شخصيا بصرف النظر عن ان هو مريض او مش مريض، اذيه للطفل او بالظبط. تعامل مع الطفل بطريقه شديده او بطريقه غلط، دي بتضايقني، مش صح. يعني بتأثر فيا، فما بعرفش اتفرج عليها الا لو الهدف من القصة واضح. يعني بالزبط. يعني مش بنسترس على ده. لما كنا بنتكلم في حلقة قبل كده، في الحلقات بتاعتنا كنا بنقول ايه المشهد بتاع المسلسل بتاع العوضي والرقاصة اللي قاعدة معايا طبعا ده يعني مش محتاج تقعدني جنبك 10 دقايق وتوريني القصه دي اللي كلها. هو شويه الدلع اللي انتوا بتدلعوا على بعض ده، مش بالظبط. فانا ممكن عايزه اقول له بس في رمضان بالظبط. فانا ممكن اوصل لك بشكل غير مباشر ان احنا بنعامل الطفل غلط من غير ما نعمل ربع ساعه افرجك على الواد وهو بيتشتم، واخد بالك؟ مش لازم اعمل كده. احنا ممكن نعمل المشهد اللي بعد المشهد ده نقول ان الولد تعرض لحاجه اثرت عليه نفسيا وخلاص. بالظبط. فبلاش نجيب اصلا الصوره بتاعت ان احنا في حد ضغط عليه نفسيا او حد اتعامل او ان احنا نشوف ثانيتين بطريقه غلط. مش لازم تفرد لي 5 دقايق، مش لازم تبين لي تعامل خاطئ بشكل كبير يعني بشكل او كامل. حاجه زي كده اشوف الخناقه من اولها لاخرها بالضرب بالزعيق بالظبط. بتحسي خلاص يعني بتأثر، بتضايق. بس كان في عايزين نشوف تانية كتير عايزين نشوفها. احنا شفنا كمان بشكل واضح في النص الاولاني كان فيه هي كيميا برضو، ده كان برضو جميل جدا، كوميدي بقى. ايوه كوميدي حلوة قوي. بتاع المغني اعتقد اللي هو اصلا كان دياب، كان بيغني اصلا وبعد كده بقى بيمثل دلوقتي. والواد اللي معاه كل شويه بنسى اسمه، اللي كان عامل ابن الكبير. أيوة. لا ده كوميدي فظيع، كوميدي جامد ويعني لا مجتهد فيه، عامل شغل جامد جدا. السنوات اللي فاتت انا شفته كان بيعمل اللي هو اشغال شقة. ايوه كان جميل فيها جدا، والدكتور المساعد بتاع الدكتور اللي هو في يعني هو الكبير اداله انطلاقه وجري هو بقى حط رجله حط رجله على اول السكه وهو انطلق. ما شاء الله ما شاء الله. في مسلسلات كتير بقى، لو انتوا شفتوا حاجه تانية عجبتكم قولوا لنا، اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا ايه شفتوها عجبكم، ايه الحاجات اللي ما عجبتكوش. في ناس بتتكلم على ما اعرفش برضو المسلسل بتاع على قد الحب بتاع نيللي كريم، حاسه ان هو يا عيني يعني اتشفط، ما حدش بيتكلم عنه لا بالسلب ولا بالايجاب. ايوه طب هل هو حلو نتفرج عليه ولا هل هو وحش ما نتفرجش عليه؟ الناس ما بتتكلمش عنه خالص، انا مش سامعه عنه حاجه. في مسلسل اسمه كان يا مكان بتاع ماجد الكدواني تقريبا. كان يا مكان غسيل ومكوى برضو. ده جاي ده الناس دول احنا خرجنا من المسلسل ما فهمناش حاجه. انتوا عايزين ايه؟ ما برضو عايزين يعني انا اشوف مقتطفات اتاكد انه وحش واسيبه وامشي. بالظبط اتاكد بس انه وحش مش لازم اتفرج عليه كله. ايوه هو اعتقد القصه بتاعته بتتكلم في ان هو مراته فجاه بعد 15 سنه جواز اتفاجئت انها مش مبسوطه في حياتها، وانها الدنيا مش الطف حاجه، وانها ضحك عليها في الفتره اللي فاتت دي كلها، فراحت متطلقه منه وبتاع. فهو من لغايه اخر وقت هو ماسك فيها وانا بحبك ومش عايز اسيبك والكلام ده كله،
وعندهم بنت كبيرة عندها 15 سنة. ففجأة بقى هي رجعت بقى بعد 15 سنة. طب ما دي قصة حياة ال 50% مطلقات اللي في مصر كلهم. بالظبط، دي القصة المشهورة. ده حال كل المطلقات. هي بقى بدأت تعيش حياتها خلاص، وترجع تاني تعمل كل الحاجات اللي هي كانت بتحب تعملها والكلام ده كله، طبعا بإضافة بقى اللي هو الملح والفلفل بتاع ان اصلا مراته موجودة، فهي اللي بتساعدها انها هي تطلق من جوزها عشان جوزها مش انسان كويس ومش بيعمل لها كل الحاجات اللي هي بتحبها. مين؟ مراته. هو اعتقد مراته اللي هي مراته التانية ولا مراته الاولانية؟ لا، ما هو مراته الاولانيه اللي هو اللي متجوزها طول واتطلق منها وطلقها بعد 15 سنة. وطلقها بعد 15 سنه. امها بقى لسه موجوده. اه فان انت ليكي قايمه وتاخدي القايمه، وانت ليكي مش عارف مؤخر، وانت ليكي مش عارف يصرف عليكي، وانت لازم تطلعي منه عشان هو ما بيعملكيش ما اعرفش ايه. فطبعا اللي هو اضافه الام دي في الموضوع، فاهمه؟ اللي هو الحبشتكنات دي اللي بتعمل الشغل الجامد دي موجوده. هي بقى الفكره اللي على حسب انا ما تابعت، انا يعني كنت بشوف بعد كده مقتطفات مش شفتهاش كامله، ان هم هي عماله تتعرض لمشاكل نظرا ان هي كانت بعيده عن الساحه، انها ست بيت وقاعده وبتربي بنتها وبعيده عن مجال الشغل والكلام ده، وبعيده عن مكان الشغل. فلما اتطلقت ونزلت لمجال العمل واتعاملت مع الناس، فلقت ان مع الناس معاملتها زي الزفت، وانها قابلت واحد كانت معرفش بقى هو كان قريبها او كان خطيبها زمان او كده حاجه زي كده. فهو رخر كان مطلق، ولكنه ما كانش مطلق طلاق نهائي يعني او رسمي. فعايز يتجوزها وبيقول لها انا بحبك وكل الكلام ده كله، وبعدين في الاخر انا عايز يتجوزها عرفي. فطبعا ايه اللي انت هتعملي في نفسك ده؟ عيب يعني. لو انت عايزه تتجوزي رسمي، طب ما انت اصلا كنت متجوزه واحد وكنت الزوجه الاولى بالنسبه له، هتروحي تتجوزي واحد تاني وتبقى انت زوجه تانية وتبقى انت عرفي، ما انتيش رسمي. وبعدين بيخبيها بقى من عشان هو خايف، هو عنده رخر ولاد كبار، فخايف حد يشوفه بنت برضه كبيره وولد كبير، وان هم بيجوا يعيشوا معاه فتره من الوقت، فلو هي جت عنده فبيخبيها في الدولاب وبيخبيها في بتاع. فايه منظرك قدام ولادك او قدام البتاع بعد ما. بصي انا عاجبني انه في رمضان ده كل الستات عايشه في الادوار الشر. نرمين الفقي في اولاد الراعي عملت دور الشريره. ريم اللي في فن الحرب عملت الشريره الفظيعه. ريهام عامله قتلت خطفت عيال. اسمها بصوا في انا سعيده جدا. احنا في الفيلن ايرا في اكتساح من ناحيه السيدات، تخلوا بالكم. هنخش على الشر دلوقتي. بالظبط. فكل واحد يعني عنده كلمتين يراجع نفسه. يلمهم كده. ايوه. وايه بقى كمان عشان نختم، بس هنختم بحاجه اوريدي اتكلمنا فيها ومش عشان ايه اللي بيعمل حاجات مش كويسه ياخد باله. ايوه. ان الستات قادره ومفتريه دلوقتي. ان الستات لما تحط حاجه في دماغها والستات شريره. ايوه. من دول انا واخده بالي الستات في كل المسلسلات شريره ما شاء الله. وسعيده جدا وسعيده. خلينا ناخد ادوار الشر. خلينا نقلب شريرين شويه. كفايه. خدنا ادوار الستات امينه وبتاع وكنا قاعدين على نياته لغايه ما رحنا في داهيه. فانا دي فتره الستات الشريره انا سعيده بيها جدا. انا سعيده. الشخصيه اللي عمال يطلع في البرنامج بتاعه الستات ويبهدلهم ويقل ادبه عليهم ومرفوع عليه قواضي دلوقتي. تمام. اعمل خد بالك بقى. تكير. خد بالك بقى. تكير بقى. تك. اوكي بس كده. تمام. علشان رساله من تحت لتحت كده. بالظبط. او من كحك لكحك. ايوه بنبقى في 2026. أيوة. ويبقى البرنامج الاساسي في رمضان ساعه المغرب في قناه من اكبر القنوات. واحد جايب ستات بيبهدلهم. وبيقول لها وبتتقلب بقى كده يا عين امها بتتشقلط كده. اسماء جلال رفع قضيه باين الضيفه اللي في اول حلقه. لا تمام. بيقول لها كان وحش جدا. وسطها مش عارف ايه وبنطلونها ضيق مش عارف ايه في فلا قله ادب. قله ادب. عيب نبقى في 2026 وفي في التفتح
اللي هزار وصلنا له غير ده خالص، يعني الهزار والضحك والكلام ده غير ده خالص، ده بالظبط. موضوع وده موضوع ده خالص، احنا دخلنا حتى في لو شعرة ما انتوا بين الهزار والضحك والبتاع، غير ده ما وقلة نخش في الادب، قلة الأدب، وغير ان احنا واحنا ما اتفرجناش عليه السنه ما دي اتفرجناش. لا خلاص. يعني شفنا اول حلقه وشفنا قله الادب، لقيناها خلاص انت كل سنه بنفس قله الادب دي. رحنا نشوف فن الحرب اللي على CBC، فاحنا بالظبط. ما اتفرجناش. وبيوصل لنا من الاخبار من السوشيال ميديا ايوه منتشر. فانا مش محتاجه كمان اشوف كل الناس اللي عماله تنتقد البرنامج. فانت خلاص انت وصلت لمرحله يا تغير اللي انت بتعمله يا تبطل، علشان يعني انت دخلت في حته وحشه جدا. الزون بتاعتك دي بقت شائكة، فعيب نبقى فخلي بنتكلم بالك. على حقوق المرأة ومش حقوق المرأة، وعمالين نجيب الستات في المسلسلات بشكل حلو وانت تطلعهم تبقى تبهدلهم. مش كده، لا عيب. خالص، ده مش هزار، ده لا ينتمي للهزار من قريب ولا من بعيد خالص. خلاص. ولا بيعدي من جنبه حتى. بالظبط. يا رب ان شاء فاحنا الله. يعني الحاجات بقى اللي مش شفناهاش هنشوفها بالظبط. ممكن نعمل مراجعة تاني معاكم بعد 3 شهور اكون خلصت المسلسل كله. شهرين كده ولا حاجة نتفرج على الحاجات التانية ونقول لكم ايه رأينا فيها. وانتوا برضو لو شفتوا حاجات حلوة عجبتكم قولوا رشحوها لنا نشوفها. بالظبط. يا رب. في حلقة بونس بكرة هنتكلم على الإعلانات دي اكسبشن بقى. السنة دي في مش عايزين نحرق بقى الحلقة بتاعت بكرة، بس لازم تشوفوها، لازم تشوفوا. الموضوع هيبقى جامد جدا. لايك سبسكرايب كومنت، اكتبوا لنا كل حاجة في الكومنتات. نشوفكم بكرة. بنشوفهم بكرة بقى. يلا باي باي. باي باي.